ولينا يضحكوا علينا دوك ما نجموش يسقيونا حنا ما نجموش ما عندناش ريبونس. قال علاه عندكم بروبليم تاع انا وليت نحشم بكل صراحه. انا وليت نحشم كيفاش نهضروا مع ناس. الغازو ما نجمناش. هناك لوبي راه متحكم في قضيه على الملاعب. مانيش فاهم كيفاش هذا المشكل، يعني درنا ملاعب درنا كلش، علاه عندنا مشكل في الجزائر. جامي شفت في حياتي لي ستاد يتبدلوا كيما الجزائر. جامي صرات تروح تحوس ديروا لي ريشاش، الشعب الجزائري ولا يشوف فينا، روحوا سقسي وديروا دي ريشاش. علاش؟ باسكو سي دي جون كي ترافاي، باسكو سي دي جون كي راهم يحسوا فيهم اللي راهم يخلصوهم. ما سينيتش معاك كونطرا باش دير لي لا بولوز ودير لي بولوز انا مدغوله ومن بعد تبدا تقول لي الطروه ومانيش عارف ما تحكي لي حتى. مردوان رايحين نلعبوا في المغرب، يعني تقريبا نفس الاجواء، نفس الطقس، المناخ نفس الشيء. تكون الجاليه الجزائريه راح تكون موجوده يعني بقوه في المغرب. اظن هذه العوامل اللي يخليوا المنتخب الوطني، ولكن المنتخب الجزائري عنده حظوظ ديالو. انت احسن تدي راك بضبري. وين تقدر تشوف المنتخب هذا يقدر يوصل؟ انا نشوف المنتخب تاعنا يعني ينجم يلحق للنهائي. عندنا احنا محمد، عندنا هنا افونتاج اللي ما لازمش ننساوه، لان تلعب في ديسمبر في المغرب، مي سي ان كليما دو مليح دونك ولي تيرا جو سوبوز كو ملاح في المغرب. ندخلوا الملاعب هذو ديال الملعب ديال تونس اللي غتلعب فيه تونس كاس افريقيا، غادي نبداو به ونحطوا التصاور ديالو. وقبل ما نبداو بالملاعب غادي نعطيكم واحد الحاجه، غادي نبداو بالديليات ديال الملاعب، شحال بقى لهم باش يكملوا، شحال بقى لهم. نحطكم التصويره هنا ونبدا لكم ملعب. اول حاجه الملعب ديال طنجه. الملعب ديال طنجه بدايه الاشغال كانت 15/8/2023، مده المشروع كانت 24 شهر. اليوم شحال باقي له؟ بقى له 4 شهور، 4 شهور يكون واجد ان شاء الله باذن الله، يكون واجد. الملعب ديال يفوت 80,000 متفرج. الملعب ديال طنجه هذا. الملعب ديال الرباط مولاي عبد الله، بدايه الاشغال 1/9/2023، 22 شهر في الخدمه ديالو. المده بقى له 3 شهور يكون واجد ان شاء الله باذن الله. يعني هما اللي حاطين هنا هذا الاخر ديالها، بقى له 3 شهور. الملعب الاولمبي بداو فيه 1/3/2024، مده المشروع 15 شهر، باقي له شهرين وراه شفناه راه جاهز، راه فيه الغاز وكلامنا غادي نوليو نهضروا عليه. ملعب البريد بداو فيه 1/1/2025، مده المشروع 8 شهور، باقي له 5 شهور في الاشغال ديالو، وما شاء الله هو راه غادي في واحد الطريق كبيره ان شاء الله باذن الله. من بعد غادي نبقى ندير لكم التصاور ديالو، من بعد نهضروا عليه. ملعب مولاي الحسن، حتى هو بدا 10/1/2025، مده